اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم إخوتي الأعزاء، أنا أخوكم أحمد وهذه قناتي. أرجو أن تستمتعوا بأولى فيديوهاتنا في القناة. شكرا وبالتوفيق. نذهب إلى مدينة نانجو ونرى كيف أنها أصبحت مدينة كثيفة السكان والعمران. نذهب إلى إحدى الفنادق في منطقة تبدو منعزلة بعض الشيء، ونرى رجلا ملثما قد دخل إلى هذا النزل. ينتبه له صاحب النزل ويقول في نفسه: هذا الرجل يبدو كمتسول فقير، يجب أن نخبره أنه ليس هنالك أي غرف فارغة. ولكن هذا الرجل الملثم يخرج العديد من العملات، حتى أن صاحب النزل قد سقط فمه وسال لعابه، ويخرج عليه كالمجنون ويرحب به بشكل جيد. سأخذك إلى أفضل غرفة متاحة. نذهب إلى الغرفة الجديدة ونرى ذلك الرجل يخلع عباءته ويضع سيفه على الأرض ويقول في نفسه: لقد قضيت وقتا طويلا في العزلة. ذكرياتي عن المواقع الجغرافية أصبحت ضبابية جدا. ونرى أنه بطلنا جين مون، والذي استغرقه الأمر أكثر من 10 أيام حتى يصل إلى مدينة نانجو. مدينة نانجو هي المدينة التي تتواجد بها مجموعة التنين الأبيض التجارية، يعني هي المركز أو الموقع الرئيسي، وهنا حيث كلفت السيدة نوا تاي السيد وانغ بمهمته إلى يونام. يقول بندم وهو ينظر إلى مبنى كبير عبر النافذة وبوابة عظيمة باللون الأصفر: إنه ليس أي شخص عادي، إنه السيد وانغ، إنه الشخص الذي كان معي دائما. كل ما أعرفه أنه عمل كحارس شخصي في جماعة التنين الأبيض التجارية، وأنا لا أعرف الكثير عنه. سأكون كاذبا إن قلت أنني كنت مركزا جدا على تعاليم الفنون القتالية، ولم يكن عندي الوقت للتعرف عليه بشكل عميق. سامحني سيد وانغ، أرجو أنك ما زلت على قيد الحياة. نرى جين قد أخذ سيفه وانطلق إلى ذلك المبنى العظيم الأصفر. يسأله أحد الحراس ما الذي يفعله، فلتنصرف في الحال. نرى جين يعتذر عما بدر منه، وأنه هنا للعثور على فتى يدعى جواك مو جانغ، وتقريبا هذا هو الشاب الذي كان يعلمه السيد وانغ في ساحة التدريب في الحلقات الماضية. يسأله الحارس: هل تتحدث عن مون جونغ الذي مع الحراس التجاريين؟ وكيف تعرفه؟ يرد جين أنه لا يعرفه شخصيا، ولكنه كان قريبا من عمه. يسأله الحارس عن عمه، يرد عليه جين إنه السيد وانغ تشول، وهو يعمل حارسا شخصيا هنا. جين ذهب إلى مدينة نانجو متخفيا حتى لا يتم التعرف عليه، وهدفه كان العثور على معلومات تقوده إلى السيد وانغ. وعندما كشف أن عمه هو السيد وانغ تغيرت معاملة الحراس، وأخبروه أن السيد وانغ تحدث عنه كثيرا وقد كان فخورا جدا بك. يخبره الحارس: أفترض أنك هنا لأنك تريد أن تعرف مكان السيد وانغ. وبصوت قلق: لقد مرت 6 أشهر بالفعل منذ آخر مرة سمعنا عنه فيها. ويقوم بأخذه للداخل للبحث عن مون جونغ. وعند اقتراب جين من إحدى أجنحة التنين الأبيض، نرى مجموعة من المرتزقة موجودين في الداخل ويكملون حتى وصلوا ساحة التدريب. يذهب الحارس إلى قائد القوات ويخبره بأن ابن أخي الحارس وانغ هنا. يعرف قائد الحرس بنفسه جونغ جين سونغ، ويسأله إن كان هنا للبحث عن السيد وانغ، ويخبره أن هنالك مشكلة في يونام، وأن نائب الحرس والسيد الثالث قد ذهبا إلى هناك، وقد أمرت السيدة نوا تاي بإرسال السيد وانغ بصحبتهم. يسأل جين بكل غضب ونظرات حادة: لماذا تفعل السيدة نوا شيئا كهذا؟ ما الهدف من إرسال عمي إلى هذه المهمة الخطيرة بدون ذكر أنه قد فقد؟ لماذا لم يجمع فريق لإنقاذه؟ يجيبه القائد وهو يصرخ رادا عليه: لا تكن وقحا، السيدة نوا ليست شخصا بلا قلب. وأيضا الحارس وانغ لم يكن الشخص الوحيد الذي فقد، فقد اختفى نائب الحرس والابن الثالث للسيدة. وكل هذا سبب الكثير من الارتباك داخل مجموعة التنين الأبيض التجارية. وأن السيدة تقوم بتجنيد عدد من المرتزقة المهرة لإرسالهم إلى مدينة يونام. ويزيد القائد بأنهم طلبوا المساعدة من قوات القبضات المحطمة والتي تملك نفوذا واسعا في يونام، ويخبره أنهم حاولوا رشوة القوات من أجل التعاون، وهذا كل ما يعرفه. ويؤكد عليه أن حتى السيدة قلقة جدا بسبب هذا الوضع. وللي ما يذكر، قائد قوات القبضات المحطمة كان إحدى جنرالات الطائفة الشمالية الذين خانوا والد جين مون في بداية القصة. نرى الفتى مون جين يجري قادما نحو بطلنا، وقبل مغادرة قائد الحراس يطلب منه جين ما إذا كان بإمكانه الانضمام للبعثة التي ستتجه إلى يونام. يخبره قائد الحرس: يبدو عليك أنك تعرف استخدام النصل، إذا سأوصي بك. وبعد مغادرة القائد ينظر جين إلى الفتى مون، والذي يبدو عليه الاستغراب من استدعائه،
ونرى أنه في كل عام يسطع صيت عدد من المواهب في عالم الموريوم، وعندئذ يختار الناس في الموريوم الأفراد الذين تحلق مواهبهم بارتفاع السماء وينتخبونهم في المراكز السبعة المعروفة باسم السماوات السبع الدنيا. وهذا الرجل الذي نراه لم يكن قادرا على أن ينتخب من ضمن السماوات السبع الدنيا، ومع ذلك كانت قدرته على التحليل والتفكير لا مثيل لها داخل الأمة بأسرها، يعني موهبة مذهلة. واسمه مو هوان ذو القرار الحكيم. ثم تأتي هذه المرأة القادرة على إهلاك عشرات الرجال الأقوياء بمفردها، واسمها تشاي باكران. وهنالك طائفة قتالية تتكون من المرتزقة الرحالة، والتي تخضع لفنان الدفاع عن النفس الشهير بيونغ مو سانغ، ولكن مع السعر المناسب هؤلاء الرجال على الاستعداد للقيام بأي مهمة توكل إليهم. وهذه الجماعة تعرف بالسرية الحديدية، والشخصين هذين هما نائبا القائد لهذه الجماعة المرتزقة، ويبدو أنهم ليسوا فنانين قتاليين عاديين. ونرى أن هؤلاء المرتزقة قد وقعوا عقدا مع السيدة نوا تاي، والذي ينص على ذهاب مجموعة من المرتزقة إلى يونان. ونرى أن السيدة نوا تاي قد تراجعت صحتها بسبب التعب والقلق على ابنها وجماعتها التنين الأبيض، وتسألهم هل سيذهبون هما الاثنين فقط؟ يرد عليها مو هوان بالطبع لا، لن يكون نحن الاثنين فقط، هنالك 3 مرتزقة آخرين سيذهبون معنا، وعندما نصل إلى ساشيون سنلتقي ببقية طائفتنا. وهنا يقصد السرية الحديدية، وهي مكونة من 7 أشخاص، يعني تبقى 5 أشخاص سنتعرف عليهم لاحقا. يخبرون السيدة نوا تاي بأنهم سيغادرون غدا، ونرى قائد الحرس يخبر السيدة بأن السيد جين مون يطلب منك الإذن للذهاب إلى يونان مع البعثة التي ستذهب. وبكل تعب وشحوب وجه نراها ترد بالموافقة، وبعدها نسمع صرخات وضجة وصخب تحدث قرب البوابة الرئيسية، ونسمع شخصا يصرخ أنه قد اتخذ قراره بالفعل، وأنه سيذهب إلى يونان مع البعثة غدا. يكمل أنه درس فنون الدفاع عن النفس، وأنه قادر على حماية نفسه. يصيح شخص آخر بأنه لا يمكنك الذهاب، فالأخ الثالث الذي ذهب إلى يونان قبلا لا نعرف ما إذا كان حيا أو ميتا، ونجد أن من يتحدث ويريد الذهاب هي تلك البنت الصغيرة للسيدة نوا تاي. يصرخ عليها أخوها الأكبر: لماذا تريدين أن تضعي نفسك في خطر؟ تقاطعه: ألسنا عائلة؟ الذي يصمت دون قول كلمة واحدة. أما في اليوم التالي نرى أن البعثة قد تحركت بالفعل، وهي مكونة مما يقارب 50 شخصا، ونرى جين مون راكبا في إحدى العربات وهو يتحدث مع الفتى مون، يعني تحدثوا كثيرا. ملخصه أن الفتى مون فقد والده قبل عامين، والسيد هوان علمه إحدى تقنيات الصقل، والتي اسمها تقنية صقل التأسيس الثلاثي، وذلك لأنه كان أقل أقرانه موهبة وكانوا يلقبونه بعديم الفائدة. والسيد هوان يعني وثق به، فيطلب منه جين مون أن يكون دائما بجانبه يعني إذا ساءت الأمور. ونرى أن نائبا القائد من السرية الحديدية وهما في مقدمة البعثة، ونراهما يتحدثان عن رجل في الخلف والذي لديه شيء غريب، كما لو أنه موجود ولكنه ليس موجودا في نفس الوقت. ونراهم يتحدثون عن الفخم جين. في ذلك الوقت كان جين يسأل نفسه أسئلة وجودية، أنه كيف سيعيش الآن وهو قد كرس حياته للفنون القتالية، وأن الشيء الذي يريده الآن هو العثور على السيد وانغ وأيون هاسيول. ولكن بعد أن يجدهم ما الذي سيفعله؟ هل يبني الطائفة السماوية الشمالية أو ينتقم من التحالف السماوي المركزي؟ ألن يكون من الأفضل أن أعيش كالشبح؟ ويقول في نفسه: إذا كان أبي هنا كان سيخبرني أن أعيش حياة سلمية خالية من الهموم. وأثناء كل تخيلاته نسمع صوتا يصرخ قائلا: فلتتوقفوا، توقفوا! ونرى قائد الحرس يأمر بتقسيم البعثة إلى مجموعتين سيستريحون بالتناوب ويتناولون الطعام واحدا تلو الآخر من أجل الحراسة أثناء تبادل الأدوار. نراهم يدخلون إلى أحد الأماكن، لا نعلم هل هو يعني فندق أم مجرد مطعم. المهم نراهم داخلين طالبين شيئا ليأكلوه، فتخبرهم النادلة بابتسامة جميلة أنها ستحضر لهم شيئا مميزا. ونرى ذلك الفتى مون احمرت خدوده مذهولا بما يرى. غض بصرك يا حبيبي، يسأله جين ما إذا كان مهتما بها. يحمر وجه مون خجلا نافيا لذلك. نراهم جالسين في ذلك المطعم والجو يبدو احتفاليا ومليئا بالحيوية، وبينما تقدم النادلة طبقا من لحم خروف مغلي الشهير به مطعم البحر الجنوبي. نرى الفتى مون متحمسا واقفا بدهشة، في حين أن جين يبدو هادئا ومسترخيا مع ابتسامة خفيفة. ونرى باقي المرتزقة في الخلف يستعدون لوجبة شهية بعد كل تلك الرحلة الشاقة. نرى النادلة بابتسامة عريضة قائلة: اسمي هو سوهام. ما هو اسمك أيها الأخ الأكبر؟ يعرف الفتى مون عن نفسه بكل خجل.
أما الفتاة بملامح تعبيرية حادة وابتسامة عريضة توحي بالحماس، وهي تتحدث مع الفتى مون معبرة عن إعجابها بكونه حارسا شخصيا لجماعة التنين الأبيض التجارية، سائلة إياه إذا كان بإمكانه حمايتها إذا احتاجته. يرد الفتى مون بكل حماس وفخر بأنها إذا احتاجت إلى أي شيء فقط اسألي عن العظيم مون. انظروا إلى جين الذي جعلني أضحك أثناء إعداد الحلقة، حتى هو ماسك نفسه بالعافية. العظيم مون. نرى أبطالنا يأكلون طعامهم بكل هدوء. في تلك الأثناء يدخل 3 رجال بزي موحد. ينظر الذي في مقدمتهم باتجاه أبطالنا، يلاحظهم مو هوان ويقول إنهم من دير كونغ دونغ، ويبدو أن الذي في الأمام ذو مكانة عالية، وأن الدير لا يسمح للتلاميذ بالخروج للعالم الخارجي إلا إذا كانوا ذوي مستوى عالي في الفنون القتالية. ويبدو من لحظة دخولهم أن نواياهم ليست حسنة بتاتا. يصرخ ذلك الرجل ذو الشارب الرفيع: أين هو الطاهي لهذا المطعم؟ أظهر نفسك الآن. نرى سيد المطعم خارجا وهو أبو تلك الفتاة النادرة، الذين يخرجون مذعورين عن ما الذي يحدث. نرى الأب صاحب المطعم يقول: الأخ الأكبر. وفجأة نرى الطعام يلقى على وجه صاحب المطعم دون قول كلمة واحدة، والذي يقوم بإهانته إهانة علنية. تصرخ الفتاة خوفا على أبيها. يكمل ذلك الرجل: إذا كان هذا أنت هام تاي، وهو اسم صاحب المطعم، متهما إياه بالتسبب في كسر سن الوارث المستقبلي للدير بسبب طعامه. أيها الوغد اللعين، كيف ستتحمل مسؤولية هذا الوضع الآن؟ ونرى سنا مكسورة على الطاولة، وذلك الفتى المدعي يصرخ متألما بسنته الثمينة. ونرى صاحب المطعم يقول بكل احترام ماسحا للطعام الذي رمي على وجهه: الأخ الأكبر، لماذا تفعل كل هذا؟ فأنا لم أعد منتسبا للدير، ويبدو أن هنالك حسابات قديمة لم تسوى بعد. وابنته تصرخ قلقا على أبيها. يصرخ ذلك الأخ الأكبر: كيف تجرؤ على اختلاق الأعذار؟ يرد له صاحب المطعم أنه دائما ما يتحقق من جودة الوجبات قبل أن نقدمها. هل أنت ربما لا زلت تحمل ضغينة منذ ذلك اليوم؟ وهنا نعود قبل 15 عاما قبل الوقت الحالي. كانت هنالك منافسة فنون قتالية تقام كل 3 سنوات، وأثناء إحدى القتالات نرى هام تاي صاحب المطعم وهو في شبابه يمد يده إلى خصمه، والذي هو ليس إلا ذلك الأخ الأكبر الذي تبدو عليه علامات الدهشة والذهول. يقول بعد هزيمته: بوجودك في الدير كنت تمثل القمة داخله، وأنا دائما كنت الثانية بعدك. تلك الهزيمة المذلة لا يمكنني نسيانها. وبعد 4 أشهر تورط هام تاي في فضيحة ما، ونتيجة لذلك تم تدمير خطوط الطول وتم طرده من الدير وقتها. ويبدو أن تلك الهزيمة المهينة لا زالت تحرق قلب ذلك الرجل، أن ذلك الرجل منذ البداية كان يضمر النوايا الخبيثة. نعود للوقت الحالي، حيث قال هام تاي: الشيء الوحيد الذي خسرته منذ ذلك الوقت هو كبرياؤك، ولكن بالنسبة لي لقد اتهمت زورا، وفي النهاية فقدت القدرة على ممارسة الفنون القتالية. لذا وبالرغم من كل ما حدث، هل حقا أنت بحاجة إلى معاملتي بهذه الطريقة؟ ويوجه كلامه إلى ذلك الفتى المدعي: هل حقا كسر سنك من أكل طعامي؟ يصرون على كلامهم ويهددونه بأن الأمر إذا وصل إلى الدير ستكون معضلة كبيرة. ونرى أولئك الأشخاص في فلاش باك، حيث يخبره ذلك المدعي بأنه قد كسر سنه أثناء التدريب مع الأخ الأكبر، وأنه قد تعثر في بعض الجذور وانتهى به الأمر بكسره. أما في الوقت الحالي يقول السيد هام تاي: حقيقة أنكم تلجؤون إلى الكذب، أن مستقبل الدير يبدو قاتما، ولم تلتزموا بأي من معتقدات السيد تاي. أنت تستهزئ بنا؟ لا يمكنني أن أغفر لغطرستك بعد الآن. وينقض صاحب الشارب الرفيع على صاحب المطعم مرسلا إياه إلى آخر المطعم. ونرى صاحب المطعم وقد ضرب بالحائط وتلقى إصابات داخلية كبيرة، وابنته تبكي من قلبها بحرقة. أرجوك توقف عن إيذائه، لماذا تفعل هذا بنا؟ وتذهب لضرب ذلك الرجل بيديها الصغيرتين وتقول: أنا من أعددت جميع المكونات، من المستحيل أن يكون هنالك صخرة داخل الطعام، حتى النابي قد تحقق منه للتأكد من أن لا شيء خارج عن المألوف، لذلك توقف عن لوم أبي. ونراه قد اعتدى عليها بكل قذارة وجبن، ضاربا إياها: كيف تجرؤين على وضع يديك على جسدي المقدس؟ وهنا نرى تعابير جميع من في المطعم، منهم من يدعي أنه لم يرى شيئا، ولكن تلك نائبة القائد يثار غضبها كاسرة أعواد الطعام، والتي تستشيط غضبا: أيها الأوغاد الملاعين! وقبل أن تقوم من مكانها يمسكها مو هوان: هدي من روعك، ندير كونغ دونغ وواحد من الأسر الكبيرة للطوائف ال9 الكبرى، لا نريد إقحام السرية الحديدية في مشاكل إضافية. ونرى الرجل مون، كنت أناديه الفتى، ولكن الآن سأجعلها الرجل مون، واقفا رغم ضعفه وقلة حيلته أمام ذلك الأخ الأكبر، حاميا خلف ظهره تلك الفتاة، ويطلب منه أن يغادر.
فقط هذه المرة، وأن يتناسى هذا الحادث. يضحك ذلك الرجل ذو الشارب الرفيع: يا لك من صبي شهم. هي أيها الطفل، إذا قلتها بهذا الشكل إذا أنت تجعل الأمر يبدو كما لو أننا كنا الأشخاص السيئين، يعني معتدين وجاحدين للحقيقة بكل عين. المهم، فيقول الأخ الأكبر، يعني اللي هو نفسه ذو الشارب، أنا أسميه أحيانا أقول ذو الشارب وأحيانا أقول الأخ الأكبر: كيف يجرؤ مجرد حارس شخصي تابع لمجموعة التنين الأبيض التجارية وضيع مثلك للوقوف أمام ديرنا، وتعرف حتى العلاقة التي نتشاركها مع مجموعة التنين؟ هنا يقصد أن بينهم أعمال واتفاقيات ولا يتدخل أحدهم في أعمال الآخر. يصرخ عليه الرجل مون بأن واجبات الحارس الشخصي تحمل قيمة كبيرة. يصرخ عليه ذلك الأخ الأكبر مخرجا لسيفه ويقول: أيها الغر الوقح، لن تقف أمامي فحسب، بل وتلقي علي محاضرة أيضا، سأريك الرحمة بأخذ ذراعيك فقط. أسمع صوتا يقول: إذن سيكون محظوظا أن جسده سيشوه فقط. يقف جين ويكمل: في اللحظة التي يفقد فيها المقاتل ذراعه ستكون تلك نهايته. ومع ذلك الفخر الحقيقي هو تحمل مصاعب كونك وحيدا، بينما تفعل كل ما في وسعك للقتال من أجل معتقداتك. يقول مهوان: أرجوك لا تكن أحمقا. ذلك الفتى هو من اختار التدخل، وسوف يعاقب بجهله، وعلى أقل تقدير لن يخسر حياته، وينبغي أن يكون محظوظا أنه سيفقد فخره وليس حياته. بنظرات حادة يكمل مهوان: لماذا تنظر فقط إلى شجرة واحدة وليس الغابة بأكملها؟ هنا يقصد يا أصدقائي أنه يعني يجب أن لا يتدخلوا، لأنهم أولا يمثلون مجموعة التنين الأبيض وأيضا السرية الحديدية، وأن تدخلهم يعني سيعني تدخل كلا الجماعتين في معارك ومشاكل ضد إحدى العائلات التسعة المعروفة. يكمل جين: أوليس هذا جميلا؟ وينتقل بمكانه في غمضة عين ويمسك سيف ذلك الأخ الأرعن بإصبعين فقط، ونظرات الغضب والعزم تملأ وجهه في دهشة وتعجب من كل من مون وحتى مجموعة المرتزقة تلك من قوة وتحرك هذا الرجل جين. حتى الدهشة رسمت على وجه تابعين ذلك الرجل الأرعن، وحتى هو بنفسه في حالة ذهول مما يحدث هنا. يقول في نفسه: تصدى لسيفي بيديه العارتين فقط، إنها تقنية دفاع عن النفس متقدمة للغاية، لكن كيف تجرؤ على التصدي لشفرة مقاتل موقر مثلي بمجرد أصابعك فقط؟ ويقول في نفسه: من أين أتى هذا الرجل؟ إنه لا يرتجف. يقول جين: أنا الأخ الأكبر لهذا الفتى. بكل نظرات ثابتة حادة: لماذا لا تتوقف فقط عند هذا الحد اليوم؟ ويصرخ ذلك الأرعن: تلك ليست أعين أو نظرات شخص يطلب معروفا ويجهز هجمة بكف يده، نخيل السحب الصاعدة. ولكن هيهات هيهات، دون حراك أو ارتعاد يتصدى له جين بغمد السيف فقط، والدهشة والخوف يملأان وجهه. لا يصدق ما حدث الآن، ورجل بكل ارتعاد يحاول سحب سيفه من يد جين. يخبره جين قائلا: واجب الوالدين هو تربية أطفالهم، واجب التاجر هو تحقيق الربح، وواجب الرهبان هو أن يصبحوا نقيين عن طريق تطهير رغباتهم الدنيوية. كاسرا لسيف ذلك السفيه بإصبعيه فقط يقول: كل شخص عليه واجبات يجب أن يتمسك بها، ويبدو أنك غير قادر على القيام بذلك. ونرى دهشة هذا الرجل والذي يمسك بسيفه المكسور، وتعابير الصدمة والخوف، وحتى العرق ظاهر على وجهه وعينيه المفتوحتين. ونرى تطاير الشظايا في الهواء. المفترض أن هذا الشاب يعني يجيد الفنون القتالية بدرجة عالية حتى يتمكن من الخروج من الدير يعني. ونرى الآن أنه هزم بكل بساطة دون حتى بذل أي مجهود يذكر يعني. ذلك إن سيدل على أن مستوى جين الآن يعني ينافس الطلاب الأوائل في الطوائف. ونرى في تلك اللحظة تدخل أولئك التابعين. التفت جين إلى الرجل مون وطلب منه أن يأخذ الفتاة ووالدها بعيدا، مضيفا أنه يجب عليه الإسراع. تفاجأ مون من الطلب لكنه وافق على تنفيذه على الفور. بوجوه غاضبة اندفع أتباع الأخ الأكبر إلى المعركة بسرعة. يتجنب جين الأول ويتصدى لهجوم التابع الثاني فقط بغمد السيف، لكن جين واصل الدفاع عن نفسه ضد الضربات المتتالية، ثم وضع قدمه للأمام وانطلق في هجوم خاطف. نزل بهجوم على التابعين في لحظة واحدة، ومن شدة الألم الرهيب أرى الدموع واللعاب يخرج من أفواههم. نرى أحدهم قد زرع في الأرض والآخر قد طار في الهواء. ينتبه جين لشيء ما في اللحظات الأخيرة، تمكن من تفادي شيء كان يطير نحوه، ثم نظر حوله ونرى أنه سيف قد رمي باتجاهه. وجه جين عيناه على من رمى السيف اتجاهه، ونرى أنه الأخ الأكبر الذي كانت ملامحه يملأها الغضب وهو يصرخ متوعدا بقتل جين مون. وفي اللحظة التي حاول فيها توجيه ضربة لجين يتجنب جين هجومه
ويسدد له لكمة قوية في وجهه ويمسكه جين بملابسه، ونرى عروق يد جين تنتفخ، وبقوة لا تصدق وجه جين لكمة قوية إلى وجه الأخ الأكبر جعلت جسده يرتد. في أثناء ذلك انتبه جين لشيء من حوله ينظر خلفه، ونرى ذلك المدعي ذو السن المكسور ويقول: كيف تجرؤ على مهاجمتنا نحن الرهبان؟ كان جين يفكر في الخطوة التالية ونسمع صوت صراخ عال، وإذ به ذلك المدعي الكاذب لويت يده وكسرت ذراعه وهو جالس على الأرض يصرخ، ولا أحد يفهم ما الذي حدث للتو. حتى المرتزق المهرة أصابهم الخوف والقلق مما حدث الآن، بينما كان التابع الآخر فاقدا للوعي بجانبه. يعني كان أحسن لك تعمل فيها نفسك ميت. يعني الرجل ضرب أخوك الأكبر وكسر سيوفكم شر تكسير، فاجلس مكانك واحترم نفسك، يعني أقل شيء. ارتعب مهوان من الوضع وأدرك أن الأمور تسوء أكثر. تمتم في نفسه قائلا إن أفراد فرقة السرية الحديدية موجودون هنا، وإن تدخلهم سيؤدي إلى عواقب لا يمكن تجنبها. كان يعلم أن رجال دير جونغ دونغ لا يسامحون أعدائهم، وإذا ارتكبوا أي خطأ فسيجدون أنفسهم في مواجهة مفتوحة مع الدير. نتركه في توتره يعني وخوفه الشديد من هذا الموقف المحرج. في هذه الأثناء أمسك الأخ الأكبر بمعصم جين مون محاولا استفزازه، وسأله إذا كان يجرؤ حقا على إيذاء أتباع دير جونغ دونغ، وإن كان يعتقد أنه سيتمكن من الفرار بفعلته. جين متسائلا: كيف ستجرؤ على تنفيذ تهديدك؟ نرى الأخ الأكبر الذي كانت ملامحه مثيرة للاشمئزاز: دير جونغ دونغ بأكمله سيأتي للانتقام منك. يرد جين بسخرية سائلا: إذا كان هذا كل شيء. فجأة سحب جين جسد الأخ الأكبر نحوه، وبتعبير جاد تساءل قائلا: إذا كان هذا هو الحال فهل يجب أن نتخلص منكم؟ ابتعد الأخ الأكبر خوفا متسائلا إن كان جين يجرؤ حقا على تهديدهم. ابتسم جين بسخرية وسأله إن كان يعتقد أنه لن يفعل. وفي تلك الأثناء نرى باب المطعم يفتح، وهي ابنة تلك السيدة نوه تاي، ويبدو أنها تمكنت فعلا من القدوم مع البعثة رغم إصرار أخيها الأكبر، حتى وقعت عيناها على الأخ الأكبر وأتباعه المطروحين على الأرض، وبدأت تصرخ محاولة معرفة سبب قيام جين بذلك، صارخة عليه إن تصرفاته قد أدت إلى تدهور العلاقة بين الدير وجماعة التنين الأبيض. يعني تقولها وهي في قمة غضبها. حاولت الأخت معرفة سبب مهاجمة جين للدير متسائلة إن كان يجهل أن دير جونغ دونغ مرتبطا ارتباطا وثيقا بجماعة التنين الأبيض التجارية، ونرى أولئك المهرجين يغادرون. وسألت الفتاة جين في ماذا كان يفكر عندما تعارك معهم، وتثرثر على أنه يجب أن يكون ممتنا لأنهم سمحوا له بالذهاب. لكن جين رد قائلا أن عليها أولا معرفة التفاصيل ما حدث والتحقيق فيه والتأكد من أن أتباعها بخير. وضع جين يده على ظهر الرجل مون ويقول رغم صغر سنه إلى أنه لا يزال حارسا لجماعة التنين الأبيض، وأضاف إن الفتاة النادلة كادت أن تفقد حياتها، بينما هذا الشاب حاول منع ذلك وكاد يفقد ذراعه. بوجه جاد قال جين مجرد أن دير جونغ دونغ يحظى بمكانة عالية فهذا لا يعني أن جميع أفعالهم مبررة. وأردف أنه يعلم أن السيدة يون من أتباع الدير، وهي نفسها الفتاة التي يتحدث معها، يعني نفسها هي البنت، ويقول أنها الآن ليست هناك تلميذة للدير بل زعيمة مجموعة التنين الأبيض والشخص الذي يقود البعثة. ويزيد أنه يجب عليها معرفة التفاصيل أولا قبل اتخاذ أي قرارات. تجمدت الفتاة في مكانها ثم نظرت بعيدا وقالت بأنها فهمت، مضيفة أن ذلك كان خطأها، واعتذرت عن ما بدر منها، لكنها بحذر أشارت إلى أن الوضع الآن أصبح مشكلة كبيرة. يقول جين بأنه سيتحمل المسؤولية كاملة، وأنه إن لم يكن كذلك لما تورط في الأمر من البداية. تقول الفتاة بأن دير جونغ دونغ هو أحد الطوائف التسع الكبرى، لكن جين قاطعها قائلا لا شيء يدوم إلى الأبد في هذا العالم. ويزيد بأنه حتى لو كان للدير أساس متين فإنه لن يستمر إلى الأبد، وأكد أنه كما قال سابقا سيتحمل المسؤولية عما حدث. وأضاف أنه إذا كان ذلك يرضيها فسيغادر مع الرجل مون وسيحلون المسألة بمفردهم بعيدا عن مجموعة التنين الأبيض. يتدخل قائد القوات ويطلب من الجميع الهدوء، مشيرا إلى أن الأمر ليس بهذه السهولة ويجب أن يأخذوا قسطا من الراحة، وحتى الغد سيفكرون في حل ما. وعند حلول الليل نرى جين والرجل مون يخيمون في مكان بعيد. يذهب الرجل مون لإحضار بعض الطلبات مثل أشياء ينامون عليها أو بعض الطعام، وبعد أن غادر بمسافة بعيدة
ظهر مو هوان قائلا أن دوره قد حان للحديث، بدأ يتمتم أن الدير، لكن جين قاطعه طالبا منه أن يصمت ويدعه يستريح ويسأله بأن يغادر الآن. يبدأ مو هوان يصرخ بشدة بأن يمنحه فرصة للحديث وأنه لم يشرح كل شيء بعد. يعني موقف طريف يعني، ولم أستطع إيجاد الكلمات المناسبة لشرحه يعني، ولكن هذه الصورة وجين يعني يهش عليه بأن يمشي، يهش عليه وانفعال مهوان عليه، يعني كوميديا ظريفة. يقول مهوان أنه إذا عملوا معا فقد تكون نتيجة هذه الأزمة أفضل مما هي عليه الآن. يرد جين متسائلا إن كنت تحسب كل خطوة تقوم بها. يرد مهوان إن هذه هي الطريقة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة في عالم الموريوم. يخبره جين أنه يؤمن بأن هنالك أوقاتا يجب على المرء فيها أن يتبع قلبه، وأن اليوم كان أحدها. في هذه اللحظة كان أولئك المرتزقة مختبئين ومستعدين للقضاء على جين في لحظة، وهم يستمعون إلى حديثهم، حيث قال الجميع يعتقد أن الرحمة والعطف قد اختفوا من هذا العالم، وذلك لأن الأشخاص أصحاب القوة يستمرون في انتزاع الأشياء من الضعفاء، والضعفاء ليس لديهم مكان ليشتكوا إليه. في عالم قاس مثل هذا الأشخاص الذين يكتسبون القوة يسيئون استخدامها. إذن ما الفائدة من فنون الدفاع عن النفس؟ نرى الدهشة والذهول محفورين على وجوه موهوان، ويقول إن هذا الرجل خطير جدا، ومعتقداته تلك سوف تهدد العالم الموريوم بأكمله. ويقول شخص واحد لا يمكنه تغيير العالم، وهذا العالم ليس متساهلا ولا متسامحا كما تعتقد. يختم جين كلامه بأن السبب الذي دفعه لتعلم فنون الدفاع عن النفس هو أن يكون تلك الشمعة الواحدة التي لديها القدرة على إنارة الظلام. يعني هنا يقصد أنه على أقل تقدير يجب أن يصبح الشخص يعني الذي يوجه الأشخاص القادرين ويكون يعني قدوتهم في هذا الطريق. وفي الفصل التالي نرى جين مع الفتى مون، وبعد مغادرة المرتزقة للمكان يدور نقاش بينهم وهو يعني طويل جدا، وسألخصه أن الفتى مون يلوم نفسه أن كل هذا كان بسببه، ويطمئنه جين أنه فعل الشيء الصحيح، ويطلب الرجل مون النصيحة من جين عن كيف يصبح أقوى، ويسأله عن كيف كسر سيف ذلك الرجل بيده فقط. وطبعا جين أصلا حداد يعني، ويستطيع معرفة أماكن العيوب في السيف، ويسأله الفتى عن سيفه إن قام هو بصنعه. يعني حديث كثير يدور بينهم. فمفاده أن جين قام بتسمية سيفه بزهرة الجليد، والذي يعني سيول هو زهرة الجليد نفسها تعني كلمة سيول هو، يعني تيمنا بحبيبته إيونها سيول. ونعرف أيضا أن النصل هو في الأساس نصل مسحور، وأن النصل قد يستحوذ عليه إن لم يركز جيدا، وتحضر لهم نائبة القائد بعض الطعام والشراب. وبعد حديث طويل ينتبه جين لشيء ما يقترب منهم باتجاه المنطقة القشية. يخبر جين الرجل مون بالعودة إلى المطعم الآن. يبدأ جين بالاستعداد بكل شموخ قابضا على نصله بشدة. نرى مجموعة من الجرذان يخرجون من بين الأعشاب أو القمح، يعني ما أدري وش هذا. ونرى رجلا واقفا أمام بطلنا وهو المسؤول الكبير في الدير موغ وانغ، يسأله هل أنت الشخص الذي تعرض وتنمر على تلاميذي؟ يجيب جين وأولئك الثلاثة يبدأون بالخوف والقلق مما قد يلحق بهم، ويجيب يبدو أنك الشخص الذي لم يسمع الحقيقة بعد. ويبدأ أولئك المخرجين بالصراخ أرجوك لا تستمع له أيها القائد. أنا أقول قائد يعني، ولكن هو قائد هذه المجموعة وأم قائد الدير بأكمله، ما لست متأكدا يعني، لم يتم ذكر شيء في القصة. ويخبره المخرجون بأن يخضعه بأسرع وقت، وأن جيني يخطط لشيء ما ضد الدير ولا يمكننا السماح له بالمغادرة. ونرى قائدهم يشتعل غضبا ويخرج هالته بشكل صريح ويقول كيف تجرؤ على تلويث اسم ديرنا وتشويه أسماء رهباننا وكسر أنصال السيوف خاصتنا. ويقول جين إذا كان هذا ما ترغب به إذن ما الفائدة من الكلام؟ لنسرع ونبدأ. ويبدو أننا سنرى جين يطلق العنان لسيفه زهرة الجليد، ونرى بدأ الهجوم من قبل أولئك الرجال من الدير قافزين في الهواء منقضين على جين، والذي يقف بكل ثبات وقبضته تمسك سيفه الأرجواني المسحور زهرة الجليد، وعيناه الباردتين تحدقان للأعلى. وما أن أخرج جين سيفه نرى ظهور دخان أرجواني اللون مشيرين أنصالهم لقتله، وفي لحظة واحدة نراهم جميعا مزروعين في الأرض وكأن ضغطا هائلا قد تسبب بذلك. ونرى أن تلويحة واحدة فقط كانت كفيلة بإسقاط كل هؤلاء التلاميذ للدير من الجيل الأول، وهنا يعني هم التلاميذ الأمهر للدير، يعني تم سحقهم ببساطة. ونرى أن بعضا ممن يملكون قوة تحمل كبيرة يتجهون نحو جين، والذي يلوح بسيفه للمرة الثانية مطلقا نوعا من الموجات المدمرة التي تحصف بجميع التلاميذ أميالا للوراء.
ونرى أحد أولئك التلاميذ يتحامل إصاباته ويباغت جين من خلفه، حيث انتبه له جين منفذا تقنية الأصابع الكاسرة، والتي من خلال إصبعيه فقط قام بكسر سيف ذلك التلميذ. ونرى شظايا السيف منتشرة في الهواء، يسدد له جين ضربة بظهر السيف، يعني الجانب الغير حاد، ويرسله بعيدا عن الأرض دون قتله. ينظر قائدهم إلى المشهد وقد أصبح وجهه شاحبا والتوتر ظاهر على وجهه، يعني لم يكن يتوقع مثل هذه القوة الجبارة يعني من شخص قيل أنه مبارز من الشمال، يعني ويقول أنه سيد فنون دفاع عن النفس. وذلك المهرج ذو الشارب الرفيع بدأ بالصراخ والخوف والتوتر يملأ صوته، أنه يريد تدمير الدير، لا يمكننا السماح له بالمغادرة. ونرى فعلا باقي التلاميذ يتجاوزون قائدهم الذي يحاول إيقافهم وهم متجهين إلى جين، ويأمرهم القائد بالعودة وأنهم ليسوا أندادا له. وقبل أن يتمكن من إصدار أي أمر آخر طلق جين بسرعة البرق تاركا وراءه أثرا من الضوء الإرجواني تحرك كالوميض بين الحشود، ولم يكن أحد قادر على تتبع حركاته ويقضي عليهم جميعا بمنتهى السهولة. ونرى أولئك الأشخاص المهرجين وقد أصابهم الخوف والهلع الشديد، وأنهم بالفعل قد استسلموا للأمر، ولكن القائد قد خدش كبرياؤه وهو يرى تلاميذه يتم اللهو بهم، مخرجا لسيفه بهجوم على جين محدثا لهجوم بهالة كبيرة. العنصر الخامس انتشار الدمار. ونرى ظل جين وقد تم قطعه إلى عدة أطراف، ويظن أنه قد هزمه، يرفع رأسه وينظر باتجاه جين والذي لم يكن إلا خلفه، يهاجمه مرة أخرى بقاطع السماوات القمرية، ولكن دون تعب أو تردد يصد جين الهجوم تحت دهشة قائد الدير الذي يبدو مذهولا من قوة هذا الرجل من الشمال ومن مهاراته تلك. ونرى بعيدا عن ساحة المعركة ظلا لشخصين، يسأل أحدهما كيف تمكن من فعل ذلك، وهي تلك الآنسة الصغيرة والتي هي مذهولة وخائفة مما تراه عيناها. خصومه ليسوا مجرد أي أشخاص، إنهم تلاميذ الجيل الأول للدير الذين هم أحد الطوائف الكبرى من الفصيل العادل، حتى أنهم لم يستطيعوا مس أطراف ملابسه، وإنه يعصب بهم ويلهو معهم دون قتلهم، وهم جميعهم يشاهدون دون حراك. وحتى أولئك المرتزقة يستمتعون بالقتال الذي يدور، ويمدحون كم أن جين في مستوى آخر تماما، وأنهم ليسوا أندادا له، ولكن قد يكون هنالك فرصة لقائدهم، أي قائد السرية الحديدية. تسأل الآنسة الصغيرة ما هي الهوية الحقيقية لهذا الشخص؟ يقول قائد الحرس قال ذلك الرجل أنه ابن أخي السيد هوانغ. فإذا من أين أتى السيد هوانغ؟ ونرى القتال محتدما بين الاثنين كر وفر، ولكن نرى أن جين بنظرات عدم اهتمام لم تنزل له ولو ذرة عرق واحدة. وفي نفس الوقت نرى ذلك القائد الذي يبذل كل شيء ولا يدخر أي مجهود لكي يقارع هذا الوحش من الشمال، ولكن الحقيقة أنه يلعب به ويلهو معه. فجين هادون أثناء القتال ويوقف فقط هجمات ذلك القائد ولا يأخذه على محمل الجد، فيخدش كبرياء القائد للمرة الثانية ويطلق كل ما تبقى من الطاقة لديه، ويستعد ليطلق تقنية الشفرات الواحدة، شفرات السماوات الواحدة، ويقول لجين أرني كل ما لديك. وهنا نرى أن جين يقول كل ما لدي، يبدو أني أصبحت عديم الاحترام، فقد مر وقت طويل منذ خضت قتالا حقيقيا. وهو يعني يقول هذا الكلام دون ذرة حياء أو احترام، يعني حتى على وجهه ما يبدأ أي احترام. ونراه يرفع سيفه بتقنية نصل النهاية المظلل روح النجم الساقط، ونرى إعصارا عظيما قد حل، وذلك الرجل العجوز فقد شغف القتال فينظر إلى مصيره الذي ينتظره، وقد تجمد من هول وصدمة ما يرى، ونراه جالسا على الأرض مستسلما منهزما. ونرى تلك التقنية العظيمة تقترب شيئا فشيئا من ذلك القائد البائس. وهنا يا أصدقائي سنقف في هذه الحلقة عند هذه الفصول، وإن شاء الله سنكمل الحلقات القادمة، ويعني سنكمل القصة إن شاء الله بإذن الله تعالى. أرجو منكم فقط دعم القناة حتى نستمر ونكون يعني عند حسن ظنكم. دمتم في أمان الله.